السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي بقى النهاردة هحللك مشكلة المصايف والرحلات حتى الشغل. هعملك فطاير جميلة جدا محشية كمان، بحيث انك تاخديها معاكي لو طالعين رحلة او رايحين المصيف او رايحين النادي. الحاجات اللي بنعرفش نأكل الولاد فيها ايه، ومش معقولة نعمل سندوتشات مثلا برا البيت، والاسعار برا في الاكل الجاهز غالية قوي. النهاردة الفطاير ديت سهلة جدا وقطنية جدا وحاجة كده، يعني اتعملت في 5 دقايق، ما خدتش وقت خالص، مفيش تخمير. هي عجينة ال5 دقايق يا دوبك عجنتها واستنيت عليها 5 دقايق بس. نتيجة ممتازة، طرية جدا وحلوة قوي قوي، وكمان طريقة تسويتها هتريحك خالص. وتحشيها الحشوة اللي انتي عاوزاها، الحشوة دي حاجة كده ترجعلك انتي. يعني بصراحة ممتازة جدا، تمشي حادق وتمشي حلو. يعني ممكن تحشيها شوكولاتة وتبقى تحلية للولاد، ممكن تحشيها زي ما انا حشيتها النهاردة، او لو عندك لحمة مفرومة. المهم ان العجينة بتاعتها قطنية وهشة وجميلة تحفة جدا. تعالي هنشوف عملناها ازاي. المقادير صورتها لك مرة واحدة هيت. عندنا 8 حاجات كلهم في البيت. دقيق متعدد الاستخدامات او للمخبوزات، هاخد منه 4 كوبايات، الكوبايات اللي بنشرب فيها الشاي العادي خالص. النهاردة هقولك المقادير بالكوباية وبالمعلقة. 4 كوبايات ممكن مثلا نص كيلو، ماشي، بس عايري بالكوباية يطلع معاكي الحاجات مظبوطة. انا عايرت ال4 كوبايات دقيق. الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات، تحفة بصراحة، خلى العجينة ممتازة من غير ما اوجع دماغي بقى. تمام. وبعد كده هنحط عليه، احنا متفقين بنحط مثلا نص معلقة بيكنج باودر، لان انا مش عايزاها تنفش قوي. يعني محطش الظرف كله، حطيت نصه. ومعلقة صغيرة ملح، او نص معلقة صغيرة ملح كمان. وكمان معلقة سكر كبيرة، ومعلقة خميرة او الظرف كامل. الظرف كامل بيبقى عبارة عن معلقة كبيرة. ماشي، يبقى لحد هنا حطينا المكونات الجافة على بعضها، اللي هي دقيق ملح سكر خميرة. السكر اهو، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح، وكمان هحط لها معلقتين زبادي كده من نفس المعلقة اللي عايرت بيها السكر. الزبادي هيطري العجينة خالص ويخليها قطنية. هنا بقى بصي، الزيت ما كملناش نص الكوباية، قيمة تلت الكوباية. ماشي، زيت ذرة عادي خالص، اي زيت متواجد عندك في البيت بس يكون ملوش ريحة. وهستخدم طبعا مية دافية علشان اعجن بيها. المية انا مجهزة جنبي كوباية، ممكن احتاجها كلها واحتاج عليها معلقة كمان على حسب الدقيق بتاعك. يبقى كوباية المية للعجن، انتي مش ملتزمة بيها كلها، ممكن تزودي عنها معلقة او تنقصي منها معلقة. اعجني بقى مدة حلوة، بحيث العجينة تبقى طرية معاكي وملساء كده زي ما انت شايفة. وسيبيها ترتاح 5 دقايق بس، مع ان فيها خميرة بس انا مش هسيبها تخمر. قيمة بس ايه 5 دقايق، وهبتدي ان انا اشتغل فيها على طول. هعملها على شكل اسطوانة كده، علشان اعرف ان انا اقطعها اجزاء تقريبا متساوية. لو بتحبي مثلا تحطي العجينة على الميزان حطيها. بصي العجينة طرية في ايديا وجميلة ازاي، مظبوطة جدا. هقطعها حوالي جت معايا 11 فطيرة. طبعا دوت قيمة 4 كوبايات دي، يعني نص كيلو. زودي زي ما انتي عاوزة، بس تضعفي المقادير. هبتدي بقى امسك كل حتة كده اعملها على شكل كورة زي ما انتي شايفة كده. وكمان خلي بالك لما تيجي تركني العجينة لازم تغطيها علشان ما تعملش اي تشققات وتنشف منك. اعملي بقى كل المقدار بتاعنا كور كده وغطيها. وانا جبت الحشوة بتاعتي بقى، انا حشيت لانشون، جبنة رومي، جبنة موزاريلا، وزيتون، وفلفل اخضر. الحشوة زي ما قلتلك حاجة كده ترجع لك انتي براحتك خالص. هبتدي اخد اول كورة انا عملتها وافردها كده ايه شكل مثلا مربع، او لو بتعرفي تعملي دايرة خلاص مفيش مشكلة. بس افرديها حوالي نص ملي، او اسفة نص سنتي، يعني العجينة ما تكونش رقيقة قوي. ماشي تمام. وحطي بقى الحشوة بتاعتك كده في نصها كده الاولاني، عشان هنبتدي ان احنا نقفلها دلوقتي. الحشوات زي ما قلتلك براحتك خالص، لو عايز تحشي فراخ تحشي لحمة، تعمليها مسكر يعني تحشي شوكولاتة، تحشي مكسرات، تمشي العجينة ديت تمشي مع كل الحشوات اللي تحبيها. وقفليها كويس قوي قوي بايديكي علشان ما تفكش واحنا بنسويها. ماشي تمام. ادي تاني واحدة اهي وريتها لك، يعني بحيث ان هما يبقوا تقريبا شبه بعض. تمام، لحد كده سهلة قوي.
احنا ما استنيناش عليها تخمر ولا حاجة. الحركة اللي احنا بنعملها دلوقتي ديت وتفرديها وتحشيها وبتاع، يكون الباقي خمره شوية. تمام. طاسة بقى على النار، سيبيها تسخن على ما تعملي بقى شوية كده. الطاسة ديت فيها معلقتين زيت بالظبط، مش هنسوي في زيت كتير ومش هنحطها في الفرن، لان الفرن اصلا هياخد وقت وكمان ممكن ينشفها لي. انا سويتها على طول، يعني ممكن تعمليها قبل ما تنزلوا مثلا على النادي او كذا، وتعمليها للولاد او قبل ما تروحي الشغل. حاجة تحفة وسهلة ومشبعة جدا، يعني لما عملتها الولاد كل واحد خد واحدة بس يا دوبك، قال لي خلاص كده تمام. بصي بقى قفلناها كويس ازاي. اهم حاجة تقفليها حلو. ادي الطاسة فيها معلقتين بالظبط زيت، وسايباها تسخن ووطيت النار خالص خالص خالص، حتى دي اصغر عين عندي اللي بنعمل عليها القهوة دي. ماشي، يبقى انت دلوقتي هتوطي النار خالص. ماشي، وتتابعيها كل شوية تقلبيها تاخد وش من كل الجوانب. ما تخافيش هتستوي صح. العجينة بتاعتنا اصلا مفرودة زي ما قلنا نص سنتي، يعني حاجة رفيعة. بصي خدت لون جميل ذهبي حلو قوي من الوش ده. دي كانت لسه شوية، حاجة كده تحفة. بصي بقى انا بقلبها في كل الاتجاهات. خدت الاول على الجنبين، وبعد كده مشيتها بقى على بقيتها كده بحيث ان هي تاخد لون من كله وتستوي صح. الله على جمالها وريحتها وسهولتها. انجزت معايا الحقيقة. لما كنا خارجين خدناها معانا، او ممكن تعشي بيها الولاد، حاجة كده يعني جميلة. وزي ما قلتلك العجينة طول ما هي ناجحة معاكي احشيها زي ما تحبي. عجينة قطنية وسهلة وجميلة، وما خدتش تخمير ولا حاجة، ده يا دوبك 5 دقايق. الف هنا وشفا.